بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. احبائي واعزائي متابعي ومشاهدي فيديوهات قناة كورتنا نيوز، اهلا ومرحبا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة. فيديو جديد هنتكلم فيه ان شاء الله عن الفخ اللي عمله اتحاد الكرة للنادي الاهلي وهبوط النادي الاهلي للدرجة الثانية وشكوى نادي الزمالك اللي بيشتكي فيها النادي الاهلي لانه اشرك كهربا في مباراه سموحه، وتهديده للنادي الاهلي لو اشرك كهربا في مباراه الزمالك القادمه يوم السبت القادم باذن الله تعالى. في البدايه نستاذن حضراتكم اللي ما اشتركش في القناه شرفنا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس واختيار امر الكل، ولو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بعمل لايك للفيديو. على بركه الله نسمي ونصلي على سيدنا رسول الله ونبدا فيديو النهارده باذن الله. كلنا عارفين ان محمود عبد المنعم كهربا كان موقوف 6 شهور، تبدأ من يوم 11 يوليو 2022 تنتهي 11 يناير 2023. وانا عملت فيديو قبل كده وقلت لحضراتكم ان رفع الايقاف عن كهربا، وان من يوم 12/11 كهربا هيبقى مش موقوف، وشرحت فيه الكلام ده كله. وعملت فيديو تاني بعديها وقلت ان رسميا كهربا هيبقى موجود في قائمة نادي الاهلي في مباراته امام سموحة. والحمد لله اللي احنا قلناه كله بفضل الله سبحانه وتعالى كلامنا الحمد لله ربنا اكرمنا ويتحقق باذن الله. دلوقتي في كلام كتير على السوشيال ميديا ان اتحاد الكوره عمل فخ للنادي الاهلي، واتحاد الكوره خدع النادي الاهلي علشان الجواب اللي بعته الاهلي كان فيه حته كده في الاخر، عارف انت بقول لك حته كده في الخباثه كده، الاهلي ايه يعني فخ كده، الاهلي ما خدش باله كمين كده الاهلي، والاهلي وقع في الفخ. يعني انا مش فاهم الكلام ده ايه. يقول لك اصل في الجمله الاخيره كده ان اتحاد الكوره بيقول للاهلي ان على النادي الاهلي ان هو يراعي لوائح اللوائح والقوانين والحاجات اللي هي بتنظم او اللي هي الخاصه بالفيفا. فكده الاهلي اشراكه الكهرباء ده غلط، وده بيخالف اللوائح والقوانين. تعالوا كده نسمع قناه نادي الزمالك بتقول ايه في الموضوع ده ونرجع تاني. استاذ عبد الشافي، في البدايه انا اسمح لي اشكر المستشار مرتضى منصور لان عمل سابقه في الاتحاد الدولي لكره القدم لم تحدث في تاريخ الفيفا. هتسالوني ايه هي؟ الاول مره في التاريخ اتحاد كره القدم الدولي يرد على نادي خلال 7 ساعات. نادي الزمالك بعد انتهاء الوقف، قبل انتهاء الوقف، بعت يستفسر من الفيفا، الرد جه خلال 7 ساعات. كهربا مش هيلعب الا ما يجي تبعتوا لنا انتوا ورقه ندفع لكم فلوس. دي عظمه نادي الزمالك وعظمه رئيس نادي الزمالك ان الفيفا نفسه بيرد عليه خلال 7 ساعات. يا اخي ده الفيفا ما بيردش غير بعد شهور، المفروض كان يرد في 2 فبراير، ودي عظمه نادي الزمالك. والخطاب اللي وصل خلال 24 ساعه اللي فاتت النادي الزمالك ووصل اتحاد كره القدم بيقول لهم مش هيلعب الا بعد توفيق اوضاعه ودفع فلوس نادي الزمالك. ده رد قاسي وقاطع وفضح تجار الكلام اللي كان يروجوا قبل ال 11 يناير. طيب انا هرد على الكلام ده واحده واحده كده. هرد اقول حته ان الفيفا رد على الزمالك خلال 7 ساعات نتيجه لعظمه نادي الزمالك. هو نادي الزمالك مع احترامي ليه طبعا ككيان هو اعظم من النادي الاهلي، ده على اساس ان الزمالك خد بطوله الدوري اكتر من النادي الاهلي، وخد بطوله الكاس اكتر من النادي الاهلي، وخد السوبر المصري اكتر من النادي الاهلي، وخد بطوله افريقيا اكتر من النادي الاهلي، وخد السوبر الافريقي اكتر من النادي الاهلي، ولعب في بطوله العالم للانديه اكتر من النادي الاهلي، وخد برونزيه بطوله العالم للانديه اكتر من النادي الاهلي. الاجابه واضحه. فحته ان الزمالك اعظم من النادي الاهلي مع احترام النادي الزمالك مستحيل. طيب نيجي بقى للشق الثاني، ان الفيفا رد على الزمالك خلال 7 ساعات. اولا مع احترامي الكامل اللي بيتكلم نادي الزمالك او النادي الاهلي او اي نادي في مصر لما بيجي يراسل ما بيراسلش الفيفا، هو بيراسل اتحاد الكره المصري واتحاد كره القدم المصري هو اللي بيراسل الفيفا. اذا نادي الزمالك راسل اتحاد كره القدم المصري، واتحاد الكره المصري راسل الفيفا، فالفيفا هيرد على اتحاد الكوره مش هيرد على الزمالك، واتحاد الكوره هو اللي يرد على الزمالك. فيبقى اذا الفيفا لو رد في خلال 7 ساعات ولا في خلال 7 دقائق ولا في خلال 7 شهور هو في جميع الاحوال بيرد على اتحاد الكوره، ما بيردش على الزمالك ولا على الاهلي. خلاص؟ طيب نيجي بقى للشق الاخراني، ان الجواب جه وبيقول ان كهربا مش هيلعب كوره الا لما يجي له، اما الفيفا يجي له ورقه من نادي الزمالك بان كهربا دفع الفلوس لنادي الزمالك. انهي بند
انهي بند في الجواب؟ ما احنا نشرنا الخطاب قبل كده وننشره لكم تاني، انهي بند في الكلام ده بيقول كده؟ وبعدين ده فضح اكاذيب بتوع الاهلي اللي بيقولوا ان مش عارف ايه وان كهربا يلعب. طب يا راجل يا طيب، الجواب اهو، انهي بند فيه بيقول الكلام ده؟ وهو لو جه جواب فيه البند ده، اتحاد الكره يجرؤ انه يدي اللي يبعت للنادي الاهلي يقول له انه بناء على ايماء الى خطاب رقم كذا وبناء على خطاب الفيفا ان كهربا من حقه يلعب. ازاي وهو بيقول له؟ يبقى ازاي جواب الفيفا بيقول ما يلعبش الا لما يدفع فلوس، واتحاد الكره يقول له لا بناء على خطاب اتحاد الكره يلعب. تعالوا كده مع بعض نسمع راي الاستاذ محمد شبانه بيقول ايه ونرجع تاني مع بعض. عايز اوضح بس نقطتين بسرعه. الزمالك بعت شكوى، وان كان هو بيبعتها مع نفسه، يعني مش عن طريق اتحاد الكوره، لان اتحاد الكوره قال ما جاليش حاجه. بيشتكي فيها مشاركه كهربا، يعني ان كهربا مشاركته غير قانونيه. هي طبعا بالنسبه للاهلي مشاركته قانونيه 1,000,000%، وبالنسبه للكهرباء مشاركته قانونيه 6 مليار في المية. ليه بتقول كده يا شبانه؟ لان اتحاد الكوره بعت جواب رسمي للاهلي بيقول له الواد يشارك خلاص. يعني اذا الزمالك عنده حق 1,000,000%، الاهلي ملوش دعوه ولا كهرباء له دعوه، لان اتحاد اللعبه اللي هو معني باداره اللعبه هو اللي بعت للاهلي قال له يشترك. طيب سيبك من ده، الايميل اللي جه لاتحاد الكوره يوم 26/12 بيقول كهربا يشترك وان العقوبه تنتهي يوم 11/1 وخلاص والموضوع خلص. انما الزمالك بيستخدم دايما طريقه اهجم 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 اهجم، معاك حق او معاكش حق، وده اسلوب في الاداره بيستخدمه نادي الزمالك. سمعنا الاستاذ محمد شبانه بيقول ايه؟ طيب تعالوا برضو نسمع راي محامي الزمالك بيقول ايه ونرجع تاني مع بعض. عندنا معلومه ان المحامي الدولي بتاع نادي الزمالك ابلغ نادي الزمالك وقال له ان مشاركه كهربا مع الاهلي مشاركه سليمه ما فيهاش مشكله قانونيه. سمعنا راي المحامي. انا هكتفي لحد كده، رغم ان في كلام تاني كتير ممكن نقوله في الموضوع ده، وفي حاجات كتير قوي ممكن نتكلم فيها، بس انا مش حابب الفيديو طول اكتر من كده، فانا هكتفي بكده. وبكده نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، وإلى أن ألقاكم في فيديو جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.